أنا جاني معلومة من أحد الأصدقاء يرويها لي بنفسه، والله هو نفسه يتكلم بعد ما لدغ أحد المعارف بلدغة الثعبان الأسود الساد كما يسمونه، الساد الأسود الله يكفينا شره. فأعطاني معلومة يقول والله إنها حصلت مع والدتي، يعني أمه، إنها لدغت مرتين بالثعبان الأسود هذا. إيش العلاج المبكر؟ يقول جمرة، يؤخذ جمرة حارة من النار أو حديدة ساخنة جدا، أو يعني أي شيء ساخن يكوى به الجرح أو يكوى به مكان اللدغة مباشرة، لأنه خطير. يعني الله يجرنا وياكم، يقولون خلال 45 دقيقة أو 48 دقيقة إذا ما شفي الملدوغ يموت، أجارنا الله وإياكم. فيقول أفضل طريقة وأسرع طريقة وأنجح طريقة إنك تأخذ جمرة مباشرة وتضعها على لدغة الثعبان، تكون حارة جدا، سواء حديدة سكين أي شيء. هذه معلومة حبيت أفيد بها الناس، أسأل الله لا يحجنا لها، وأن يكفينا وياكم شر الثعابين وشر النار وشر كل شر. أسأل الله أن يكفينا وياكم كل شر، لكن هذه معلومة قلنا نفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.